مش بايدينا وقلوبنا مش ملكنا عشان نتحكم فيها، قلوبنا بايد ربنا. انا بحبه وهو بيحبني. عايزه اقول لكم ان اللي حبها منفصله، ما كانش عندها اولاد بس منفصله، وبيحبها حب جنون لدرجه انه مش بايع على اي حد. ممكن يفرط في مراته ام ابنه عشانها، ممكن يبيع الدنيا كلها عشانها، مش عايز اي حاجه من الدنيا غيرها. بيقول للجميع حتى احنا انا بحبها مش هسيبها، مهما قلت مش هسيبها، بحبها وعايزها، وبحمد ربنا ان ربنا جعلني سبب اني اشوفها واعرفها. بحبها ومش قادر استغنى عنها، وانا قلبي مش بايدي والحب مش بايدي، فما انا مش هظلم مراتي وام ابني ومش هاجي عليها، ليها حقوقها كامله، هعدل بينهم. بس ما تطلبوش مني ان اظلم نفسي، لاني لو ظلمت نفسي مش هعرف اساعدها. انا في الاول ما كنتش عارف اساعدها، فما بالكم لو انتوا صممتم ان انا اسيب اللي بحبها واللي لقيت نفسي معاها، واللي ما بعرفش احكي غير معاها وافضفض الا معاها واحس نفسي معاها. فما تجوش عليا لاني مش هسيبها. والنهارده فرحوا فعلا، وقرر ان هو يعزمنا كلنا، وكلم امي وقال لها انت امي، ما ينفعش تسيبيني في يوم زي ده. انا محتاج وجودكم جنبي، محتاجك انت واخواتي تكونوا معايا، محتاج وجودكم واحس بالدفى معاكم. النهارده اليوم الوحيد اللي انا فيه طاير من الفرحه ومن السعاده اني هتجوز البني ادمه اللي اخترتها بعقلي وبقلبي. ما تسيبونيش في يوم زي ده. امي اتأثرت وعايزه تروح، واختي التانية عايزه تروح، واخويا فعلا معاه من الصبح وما سابوش، لكن انا مش عارفه اعمل ايه. انا بحب مرات اخويا جدا، بحبها وما شفتش منها حاجه وحشه، ويمكن جمايلها مغرقاني انا وولادي. قد ايه كانت واقفه جنبي وطول الوقت بتساندني وتحت رجلي. ازاي انا في يوم عشان اخويا محتاجنا جنبه اسيبها وما اروحش الفرح؟ بتقولي انا عايشه بدموع عينيا من اول ما عرفت ان خلاص الجوازه بتقرب، وانه بقاله اسبوع في تفاصيل الجوازه، واخويا اكنه بيتجوز لاول مره، بيعمل حنه وبيعمل كل حاجه اكنه عريس لاول مره. نسي تماما ان هو اتجوز قبل كده، نسي اي حاجه، مش همه اي حاجه. مراته طبعا عارفه الموضوع بس مش عارفه ان فرحه النهارده، حاسه انه متغير طول الوقت بسبب ان في واحده في حياته، بس ما تعرفش ان الموضوع وصل انه عامل لها فرح وعامل لها حياه كامله. هتتجنن ومصدومه وموجوعه، وفي نفس الوقت احنا مش عارفين نقول لها ان فرحه النهارده، لكن اختفائنا كلنا هيخليها تحس وتعرف. وانا مش عارفه اعمل ايه. اروح لاخويا، لان اخويا بيقول لي لو ما جيتيش فرحي مش هنسالك ده، مش هنسالك اني كنت محتاجك جنبي ومحتاج وجودكم جنبي، ومحتاجه مراتي الجديده تتصرف بيكم وتقول ان كل اهلي جم حضروا وان مفيش حد رفض الجوازه، ومش هينسالي ده. وفي نفس الوقت مش قادره اعمل كده. فاكتر حد انا حبيته، انا فعلا بحبها زي اخواتي البنات، وانا لو اختي بنت جوزها اتجوز عليها عمري طبعا ما هروح فرح جوزها. فاكيد انا شايفه ان ما ينفعش ان انا اروح فرح اخويا. هو اخويا بس هي كمان انا حسيتها زي اختي واقرب. فقولوا لي اعمل ايه؟ انا غلطانه ولا مش غلطانه؟ اروح الفرح ولا ما اروحش الفرح؟ ولا لا مش مهم عندي زعل اخويا، لان دي بني ادمه انا اكلت معاه عيش وملح، واختفائنا كلنا في يوم واحد ممكن يعرفها الحقيقه اللي هتكسرها وتوجعها، لانها بتحبه جدا وعملت المستحيل عشان يبادلها الشعور ده، لكن هو ما بيديهاش على قد ما هي بتديله. ورغم ذلك هي موافقه حتى لو اتجوز عليها، لان هي تقريبا ملهاش غيرنا، اهلها كلهم مش موجودين، باباها متوفي ومامتها متجوزه غير باباها، وملهاش حد غيرنا تقريبا. فهي حتى مهما وقع عليها ظلم هي هتكمل وتعيش عشان مش عايزه ابنها يتبهدل. لكن انا مش عايزه اكسرها واروح الفرح. قولوا لي اعمل ايه؟ ده القصه اللي جات لي اللي حبيت اشاركها مع حضراتكم النهارده. اكيد موضوع مؤلم، بس القصه دلوقتي مش في حضورك للفرح ولا لا. انتي يعني الموضوع كبير اكبر من انت تحضري ولا لا. حضرتي او ما حضرتيش مش ده الفارق في القصه، يعني مش ده الشيء اللي هيعدلها او هيبوظها. القصه فيما بعد، القصه ان البنت اللي انت بتحكي عنها دي من غير ما اعرفها انا حبيتها من حبك ليها ومن احساسي، يعني وهي بتتكلم كانت موجوعه قوي وبتتألم قوي من حبها ليها. مستغربه ازاي انتوا حبيتوها كده واخوكي معرفش يحبها كده ويقدرها. اخوكي ما عملش حاجه حرام وده شرع الله، والحمد لله انه تزوج وما عملش حاجه غلط. لكن ارجع واقولك هي مشكلته بقت هي وهي، هو وهي، مش مشكلتكم انتوا هتفضلوا زي ما انتوا هتعملوها بميرة الله وهتحتووها وهتطيبوا بخاطرها، ويمكن وجودكم جنبها
عشان ابنه ما يكبرش يكرهه ويقول له انت ظالم يا بابا، انت ظلمتني اول ما اتجوزت واحده تاني. الرجاله اللي بتنسى عيالها بزوجاتها تقول ليه دي مراتك وام ابنك والست ما عملتلكش حاجه وحشه فاتق الله فيها واعدل. وده يعني الكذب الوحيد المباح ومصرح حتى في ديننا. الرسول عليه الصلاه والسلام كان يعني سيد الخلق، كان بيقدر يعدل بين زوجاته بالكلام وبجبر الخواطر، بجبر خاطر حتى لو مش قادر تحبها. والرسول عليه افضل الصلاه والسلام كانت اقرب النساء الى قلبه ستنا عائشه، وكان بيقول ده. يعني لما سؤال قالها كده حتى قال اسم مراته، عشان كده حتى دايما نقول اسماء الستات مش عيب، ما تقولهاش يا ام فلانه ويا مولانا، لان الرسول لما سالوه من اقرب واحب الناس اليه قال عائشه. يعني ما عايز حاجه تاني، قال اسمها قال عائشه. فحتى لو اقرب الناس ليك هي اللي انت بتحبها، بس الرسول عمره ما ظلم ولا وجع، كان بيكبر الخواطر وكان بيطيب الخاطر، وكل واحده كانت بتحس انه بيحبها، كل واحده كانت بتحس انه ليها لوحدها من كتر ما هو عظيم في اخلاقه وكريم في اخلاقه. فارجوك وارجوكي انت كمان وكل اهلك، انتوا صوت الحق، انتوا اللي هتفوقوه، انتوا اللي هتصحوه انه ما يكملش في ظلمه وينسى دي بابنها عشان راح يتجوز اللي بيحبها او اللي بيحبها دي تأسيه وتقول له خلاص طلقها. لا، خليه يتقي ربنا وكونوا صوت ضميره وخليكي معاه وما تروحيش الفرح، لعل وعسى ما تعرفش او تعرف بعد ما يكون المدة فاتت شوية فيكون الدنيا اهون عليها والوجع اهون، مع ان انا متأكدة ان وجعها كبير، بس قادر ربنا يصبرها بوجودكم وان انتوا تطيبوا خاطرها وتكبروا خاطرها، يعني ده هيفرق جدا جدا في الايام الجايه معاها. ده رايي ويا ريت الناس تشارك برايها. يا جماعه الست بتسال فرح اخوها تروح ولا لا، عشان هي بتحب زوجته الاولى جدا وهو بيتزوج للمره الثانيه وفرحوا النهارده، وهي مش عارفه تعمل ايه